باريس تشكك في نوايا الجزائر تجاه فرنسا وماكرون يدين احتجاز بوعلم صنصل. في أحدث فصول التوتر بين باريس والجزائر، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات حادة للحكومة الجزائرية بسبب اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلم صنصل، الذي اعتقل منتصف نوفمبر تشرين الثاني بالعاصمة الجزائرية. واعتبر ماكرون أن الجزائر تلحق العار بنفسها بعدم الإفراج عن صنصل، واصفا احتجازه بأنه تعسفي ويشكل انتهاكا للقيم الإنسانية. وأكد ماكرون خلال اجتماع مع السفراء الفرنسيين في قصر الإليزي أن الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها تاريخا وأجيالا عديدة تدخل في قصة تخزيها بمنع رجل مريض من الحصول على العلاج. وأضاف: نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه نحث حكومته على إطلاق سراح بوعلم صنصل بين حرية التعبير واتهامات المساس بأمن الدولة. بوعلم صنصل المعروف بانتقاداته للنظام الجزائري يبلغ من العمر 75 عاما ويعاني من مرض خطير. تم اعتقاله بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجنائي الجزائري، التي تعاقب كل عمل يهدد أمن الدولة أو المؤسسات باعتباره إرهابا أو تخريبا. وتشير تقارير إعلامية إلى أن السلطات الجزائرية كانت قد استاءت من تصريحات صنصل لبعض وسائل الإعلام الفرنسية، التي توصف بأنها ذات توجهات يمينية متطرفة، خاصة فيما يتعلق بموقفها من الصحراء الغربية، وهي قضية حساسة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. تبون يرد: الدجال ارسلته فرنسا. في أول تعليق رسمي على القضية، وصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الكاتب بوعلم صنصل بالدجال، معتبرا أن مواقفه تمثل تهديدا للأمن القومي. هذا الوصف يعكس حدة الخلافات بين البلدين، خصوصا بعد سلسلة من الأحداث التي زادت من تعقيد العلاقات، أبرزها اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو تموز الماضي. تصعيد جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية. تضاف قضية صنصل إلى قائمة طويلة من الأزمات التي تعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. ففي السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين البلدين توترات متكررة بسبب الإرث الاستعماري وقضايا الهجرة والملفات الإقليمية الحساسة. ويمثل اعتقال صنصال اختبارا جديدا لتلك العلاقات التي تبدو على شفا أزمة دبلوماسية. تداعيات محتملة. تشير هذه القضية إلى تصاعد الخلافات بين باريس والجزائر، خاصة أن باريس تعتبر اعتقال صنصل جزءا من تقييد حرية التعبير. إذا استمر الجانبان في التصعيد، فقد تتأثر المصالح المشتركة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. بالنسبة للجزائر، فإن إبقاء صنصل قيد الاحتجاز قد يزيد من الانتقادات الدولية ويؤثر على صورتها على الساحة العالمية. أما بالنسبة لفرنسا، فقد تتحول القضية إلى ورقة ضغط سياسية لتسليط الضوء على أوضاع الحريات في الجزائر. قضية بوعلم صنصل ليست مجرد حادثة فردية، بل تمثل انعكاسا للتوترات المتراكمة بين بلدين تجمعهما علاقات معقدة ومتداخلة. في ظل هذا الوضع، ستبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة توازن دقيق بين المصالح المشتركة والخلافات التاريخية والسياسية.